ان شاء الله النهارده احنا في مركز شباب الحرمين، صالون الفن والابداع بيحيي النهارده احتفالات اكتوبر وتكريم الاستاذ محمد شعبان رئيس المركز. فطبعا بيبقى في الحضور قامات كبيره مشهود لها بالجهد في اسكندريه والدور الملموس من الناس دي اللي يعني وقعت عينينا على هذه الشخصيه الجميله المحبوبه من الجميع، الميكي ماوس اسكندريه الاستاذ عصام محمود. فما ينفعش يبقى معانا المؤرخ الكبير عصام محمود ميكي ماوس اسكندريه وما نعملش لقاء معاه ونعرف دوره ايه في اسكندريه ودوره في التاريخ ايه. هنتركه يتكلم الاول عن دوره في التاريخ واهم الناس اللي أرخ لهم في اسكندريه وازاي بيتم عمليه التاريخ معاه وكده. اهلا بك يا استاذ عصام. اهلا بحضرتك يا فندم، وانا متشكر جدا على التقديمه الكويسه دهيت. ده حقك، ربنا يعزك. هو يعني انا ليا قضيتي هي ان اسكندريه هي بلد الفن الاصيل، بلد بيرم وسيد درويش. عايز اقول ان الاسكندر الاكبر اول ما بنى اسكندريه وحط في التخطيط العمراني حط فيه مركز للثقافه اللي هي مكتبه اسكندريه. هو صحيح ما انشأهاش، ولكن هو وضع المكان او اختار المكان، وكان عاوز يعمل مكتبه او صرح ثقافي وفني كبير جدا علشان خاطر يبقى مزار ومقصد لكل رواد الثقافه في العالم اجمع. هنا احنا لازم نفكر ان الاسكندر الاكبر عمل كده ليه؟ لان اسكندريه بطبيعتها ساحره، اسكندريه جذابه، اسكندريه غير، اسكندريه هي ملهمه لكل الفنانين كل المبدعين. علشان كده انا قضيتي ان انا احيي التراث السكندري واعرف الاحفاد امجاد الاجداد. تنقل التاريخ، انقل التاريخ، اعرف الاحفاد امجاد الاجداد. برافو برافو برافو. طيب حضرتك خدت الرساله ديت على عاتقك، وطبعا انا اعلم جيدا ان انت طبعا بتلم لما تيجي تدرس شخصيه. انا مش هتكلم، هسيب حضرتك تتكلم. لما بتيجي تأرخ لشخصيه معينه او يعني شخصيه انت شايفها تستحق ان انت تدخلها التاريخ او تأرخ لها، وبتعمل ايه؟ لا، هو مش انا اللي بدخله التاريخ، هو بنفسه بيفرض نفسه على التاريخ. انت بتكتبه للتاريخ. هو بنفسه اعماله وابداعاته هي اللي بتفرض نفسها على ان انا تستفزني ان انا أأرخ له. انا لما بنيجي مثلا نأرخ لفنان معين اذا كان موجود على قيد الحياه بسعى ان انا اروح اقابله واخد منه المعلومه بنفسه. اذا كان مش موجود بروح للورثه بتوعه، وكتير جدا اتعرضت للاحراج بسبب الموضوع ده. هو يعني في ناس ما كانتش بترضى تقابلني، في ناس انا بدور عليهم بقالي 33 سنه. يعني مثلا عزت عوض الله، انا بدور على عزت عوض الله من 33 سنه ولغايه دلوقتي ما لقيتهوش. جمعت عنه كل حاجه من المقربين له، من الناس اللي عصروه، من جيرانه، جمعت عنه كل حاجه حتى اكلته المفضله. برافو. ولكن لغايه دلوقتي لسه ما لقيتهوش. ببحث تاني. ليه؟ لاني انا ولا قابلته ولا قعدت معاه ولا قابلت حد من ولاده الاسره او الست بتاعته. لكن كل اللي انا بقابلهم ما اقدرش اوصل له. كل اللي انا ما قدرت، لا انا يعني انا قدرت اوصل لهم بس ما رضوش يدوني معلومات. رغم ان انت بتعمل حاجه لصالحه يعني. هم يعني متحفظين. وبرضه في الفنانات كتير برضه
قالوا لي بلاش تجيب اسمنا علشان خاطر جواز بناتنا، واحنا نسينا الصفحه دهيت يعني. اذا بتلاقي معاناه برضه في التاريخ يعني. بالظبط، وبلاقي احراج كتير. تبقى شخصيه سريه وانت مش قادر تقدمها يعني بالطريقه اللي انت. في واحده قالت لي ما تجيبش سيرتي تاني، قلت لها لا هجيب سيرتي، هجيب سيرتي. انت ليكي اعمال في الاذاعه، وحينما يذكر عمل ليكي لازم اجيب سيرتي، دي الامانه بتاعتي. فانا بتعرض يعني ايه احراج كتير، رغم ان في فنانين كتير بيرحبوا بيا. يعني مثلا الفنانه تحيه كريم رحبت بيا، رحبت ودعبتني. يعني انا بقول لها امي بتسلم عليك، فقالت لي يمك تعرفني؟ قلت لها هو في حد في مصر وفي الوطن العربي ما يعرفش مدام تحيه كاريوكا؟ فضحكت. فبعد الحديث بتاعي معاها وانا ماشي كان في ناس موجودين، راح قال لي انت ياض؟ قلت لها نعم مدام تحيه. قالت لي سلم على امي. فيعني ايه فرحت ان انا ده ياخدنا لسؤال اهم الشخصيات اللي انت عرفت لها غير تحيه كاريوكا. عرفت مثلا اهم الشخصيات نجيب الريحاني، مين؟ الشيخ سيد درويش، الشيخ سلامه حجازي اللي ما حدش يتكلم عنه خالص، انا اتكلمت عنه. اتكلمت عن بهيجه هانم حافظ، وانا بقول بهيجه هانم لان هي فعلا هانم بنت اسماعيل باشا حافظ، ويبقى جوز خالتها اسماعيل باشا صدقي رئيس الوزراء في عهد الملك فؤاد وعهد الملك فاروق. شخصيه مهمه. دي اول واحده تعمل موسيقى تصويريه للافلام السينمائيه لاول فيلم. اول واحده تعمل موسيقى تصويريه لفيلم ليلى، اول فيلم عربي. جميل. وعملت اول موسيقى تصويريه ليها وهي عمرها 4 سنوات، وسمت المقطوعه الموسيقيه بهيجه على اسمها. جميل. بهيجه هانم حافظ اللي هي نيروز هانم في فيلم القاهره 30. دي من الشخصيات اللي انا برضو يعني اعتزيت كتير جدا وانا بأرخ لها. كتير جدا، اسماعيل ياسين، يعني قصص الكفاح، بدرية السيد. مين اللي نفسك تأرخ له لسه في الخطة بتاعتك؟ هو انا يعني حابب ان انا اتكلم عن كامل الخلعي، حابب ان انا اتكلم عن الشيخ يوسف المنيلاوي. المجموعه ديت ما خدتش حقها. الشيخ عبد اللطيف البنا، برافو عليك. الشيخ ابو العلا محمد. انا حابب اارخ للناس دي. وفي ناس بتتهمني بان انا ما بأرخش عن الشعراء. انا كنت لسه هسألك على النقطة دي، لان في عبد العليم الأباني وعبد المنعم انصاري واستاذ محمود موسى يعني في عندنا. امال مين اللي اتكلم عن السيرة الذاتية بتاعت محمود موسى في تأكيده؟ مين اللي اتكلم عن الشاعر محمد طعيمة؟ مين اللي جاب فؤاد ابراهيم من بيته ووداه اذاعه اسكندريه عشان يتكلم على محمد طعيمة؟ مين اللي جاب ريهام الهجرسي علشان خاطر تروح الاذاعه علشان خاطر تتكلم عن امال بسيوني؟ مين اللي كتب مقال في جمعيه في رابطه الزجالين وكتاب الاغاني عن زينات الابيوت؟ كل دوت انا. برافو عليك. مين اللي اتكلم عن احمد دهب؟ مين اللي اتكلم عن محمد مكيوي؟ مين اللي اتكلم عن كامل حسني؟ مين اللي اتكلم عن احمد السمره؟ كل دوت انا، بس الناس ما بتتابعش. مين اللي بيتكلم عن مأمون الشناوي في ندوه ايمن عمر؟ مش انا اللي اتكلمت. مين اللي اتكلم عن حسين السيد في الاسكندريه؟ مين اللي اتكلم عن مرسي جميل عزيز؟ لا انا بتكلم عن الشعراء، ولكن الشعراء اللي بيتهموني ان انا ما بأرخش عنهم مش متابعين. او يعني حداث على الشعر او كده. وفي شعراء برضه زي الفنانين برضه متحفظين، مش عايزين ان انا اتكلم عنهم. يعني مثلا في واحد زي مثلا الاستاذ عبد العزيز عطيه. بساله بقول له يا استاذ عبد العزيز، هو حضرتك اتاثرت بمين؟ قال لي لو النبي يا عصام انا مش ناوي اموت دلوقتي. يعني هم
وفي يعني شعراء مفكرين ان انا حنوتي بتكلم عن الميتين. لا، هو لازم الانسان وهو موجود يعني لازم اتكلم عنه وهو على قيد الحياه. مش شرط ابدا ان هو يكون متوفي علشان خاطر اتكلم عنه. طيب ان شاء الله يعني عندنا علامه برضو من علامات اسكندريه، الاستاذ الكبير احمد الحمله. فطبعا باذن الله تعالى زي ما عرفت حضرتك هتقعد معاه قاعده برضو، عشان ده تاريخ كبير في عالم الشعر في اسكندريه. استاذ احمد من السبعينات وهو بيشترك في برامج كتير في اذاعه اسكندريه مع الاذاعي الكبير جمال توكل، والاذاعي حافظ عبد الوهاب، والاستاذ مختار ابو السعد، والاستاذ الاستاذ عفاف المعداوي، الاستاذ صابر مصطفى، جميع الاذاعيين القدام، وخميس الجيار ونبيل عاطف. ايوه يعني هو تاريخ الاستاذ احمد، تاريخ من السبعينات وهو في اذاعه اسكندريه، وعلاقته جميله جدا مع الاستاذ محمد روتين مشوارهم اذاعي. طيب احنا يعني الاستاذ احمد عشان يختم بقى الفيديو، تحب تقول ايه المؤرخ الكبير في ماوس اسكندريه الاستاذ عصام محمود؟ الاستاذ عصام محمود هو ليس اسمه الحقيقي. انت هتأرخ بقى؟ ايوه انا قلتها لك كده، انا هبقى المؤرخ. هو هيقول اسمه كان ايه؟ احمد محمود احمد بفرج. بص على اسمي، ها هو على اسمي. لا هو صديق واخ من سنوات عديده. اللي اطلق علي عصام الاذاعي الكبير الاستاذ جمال توكل. انا يعني بالنسبه للاستاذ عصام وانا اللي اذكرها، احنا عملنا صباحيه في الدور اللي كان 14 الدور ال 16 صباحيه من الساعه 5 للساعه 7 تقريبا، يعني من الفجر صلينا الفجر ومشينا. فين؟ في المعمور. انا جيت لكم الساعه 2:30 تقريبا 3 بالليل كده في سان ستيفن، وخدتوني بعربيتي الله يرحمه محمد روتين، ورحنا عند جمال أزري في الدور ال 16 في بيت جاردن، وعملنا صباحيه وشفنا شروق الشمس. فدي من ضمن الحاجات اللي ما حدش عملها ابدا. احلى فطار. طبعا عمر ما حد عمل صباحيه شعريه من 5 سنين. مجهود الاستاذ عصام بقى في التاريخ لا هو طبعا عنده معلومات كويسه جدا، قاري كويس جدا، بيتكلم الناس تثق فيه، بيحضر ويجهز. طبعا انا بحس ان هو زي المدرس اللي داخل الفصل محضر الاولاد وحفظهم. فلا استاذ عصام حاجه جميله. وفي نهايه اللقاء احنا بنتمنى له التوفيق، وان شاء الله نشكر الباحث العروضي والشاعر والاعلامي محمود يونس اللي بيسجل لنا اللحظات الجميله دي على طول. كل الشكر للاستاذ محمود يونس الاستاذ العروض اللي يعني من الناس المعدودين على الصوابع في الاسكندريه. الله يخليك. انا بشكر حضرتك على اللقاء الممتع دوت. ان شاء الله شخصيه موفقه النهارده باذن الله، ودايما باذن الله تعالى نلتقي على خير. وان شاء الله ما تنساش الاستاذ احمد الحمله بقى في التاريخ له باذن الله تعالى، وان شاء الله نلتقي بعد ما تأرخ الاستاذ احمد ان شاء الله. ونشكر حضرتك يا استاذ عصام.